الزاخر. الليلة يشرفنا وجود النجوم جاسم النبهان وهدى الخطيب. مساكم الله بالخير. مساك الله بالخير. يا هلا فيكم، سعداء جدا بوجودكم معنا وكل عام وانتم بخير. وانتم بخير وبصحة، والجمهور والمشاهدين الكرام، مشاهدي القناة الأولى من التلفزيون الكويت اللي لحق علينا احنا الفنانين الكويتيين بألف خير إن شاء الله. كل عام وانتم طيبين إن شاء الله. وهذه أكيد إن شاء الله أتمنى إن شاء الله تكون سنة جديدة. أنا متفائلة لأن اليوم صدف أيضا مش يعني إنه أول العام إنه مولد الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن شاء الله إنها تكون سنة خير على العرب كلهم والمسلمين يا رب. يا رب إن شاء الله. يعني إحنا دائما نقول في بداية السنة الجديدة لازم الواحد يقعد مع نفسه ويسوي مثل حسبة كذي بسيطة، يشوف العام اللي طاف شو اللي حصل فيه، شنو المطبات اللي طاح فيها، شنو الأشياء اللي يحب إنه يكمل مشواره فيها. أبو طلال إيش رأيك ب 2014؟ 2014 حقيقة يعني على الصعيد العربي سيئة كانت، وعلى الصعيد الشخصي الشخصي هم كذا كانت سيئة يعني لكن هني ودي أنا أقول كلمتين لو سمحتوا لي. تفضل. أول شيء أقدم كل الشكر والامتنان إلى معالي وزير الإعلام على المساعدة القيمة اللي ساعدني فيها أثناء تواجدي في لندن مع بنتي، وأقدم الشكر كذلك إلى العلاج بالخارج ومكتبنا الصحي في بريطانيا. كانوا لا يتوانون عن المساعدة حقيقة، ليس فقط لي أنا إنما لكل المرضى. الله يفك إن شاء الله يفك عوقهم. وشيء آخر أرجو أن سنة 2015 يا إخوان، يا أصحاب التويتر، لا يا أصحاب الواتساب، تكفون تبطلون عن الإشاعات، لأن الإشاعة هذه تأثر في الكثير من الناس. أنا شخصيا لما أطلقت هذه الإشاعة أنت الله يكافينا الشر كانت إشاعة مزعجة وسخيفة بنفس الوقت، الكل فزع منها. فشوفي لما يكون المحبين، والحقيقة يعني أشكرهم يعني من المشرق العربي إلى المغرب العربي، كلهم يبعثون برسائل بعد ما عرفوا يعني إفزاع الناس مو شيء تمام. إذن هذا الجهاز ليس جهاز فتنة أبدا، التواصل الاجتماعي تواصل للحب. نعم، هذا اللي أعرفه أنا. طيب بس طمنا على البنت، إن شاء الله أحسن الحين. الحمد لله الحمد لله، احنا معنا الكويت وإن شاء الله بإذن الله تعالى يمن عليها الله بالشفاء الكامل بإذن يا الله رب. تعالى، وكل مرضى المسلمين. آمين يا رب. أستاذة هدى، أنت طبعا مو نايمة من أمس وأنا خايفة إن بتنامين علي الحين. غادة الحين أنت لازم تعطيني باور عشان أنا أصحصح شوي. يلا. أولا ألف الحمد لله على سلامة بنتك. بارك الله فيك. وإن شاء الله يا رب الله يشافي جميع المسلمين المرضى يا رب. آمين يا رب. ويردهم لأهاليهم سالمين غانمين. الحين أنت قلتي لنا 2015 بداية 2015 واحد يقعد، أنتم ما أعطيتونا مجال نقعد مع نفسنا نقعد. من أمس أنا قاعدة أحضر اللقاء واللقاء. وين بسوي؟ لا أنا بعرف 2014 شلون كانت. لا يعني زينة مو زينة، حليوة. لا على الصعيد العام لكل العرب كانت سيئة، بس كانت أحسن من 2013 إن شاء الله يا رب. الماضية كلها السنوات الماضية كلها حقيقة يعني دول راحت، دول عربية كنا نصيف وكنا نحتفل فيها حقيقة. كنت أنا كل سنة مثلا في سوريا، في لبنان، لكن الآن طبعا في مجال أنك تسافر، لكن نفسيا يعني أنا أمس كلموني قلت لهم أنا نفسيا ماني قادرة أحتفل بشنو. بعدين الاحتفالات هاي بالنسبة لنا صارت تخوف بصراحة. أنا صرت أتخوف في الأماكن التجمعات هذه، عرفتي يعني ما في أمان 100%. فبالتالي قلت ما عليه نقعد في البيت، على الأقل واحد يعني يشوف العالم كله بالتلفزيون، يشوف العالم. يعني شنو هالاحتفالات الكثيرة. أوكي إحنا ما نقول لا، هم أهل الكتاب نحن نحتفل معاهم بأن إحنا نقول لهم يعني إنه سنة جديدة تفاؤلا بقضاء الله بأيام الله الجاية، لكن مش بالضرورة أنا أتشبه بالقوم هذيل وأروح أعمل سهرات وأعمل مثلا والعياذ بالله شرب وكذا وهاي. فلازم يكون في ضوابط. نعم. فأتمنى أنا الله إن شاء الله يهدي الجميع. أنت بإذن الله. أنت اليوم ما عجبتني والله يا أستاذة هدى. أنا أبيك تصحصحين وتفرفشين شوية. أعطيني موضوع. إحنا واحد اليوم. أعطونا موضوع خلينا نفرفش شوية. كل عام والجميع الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله والله يديم علينا الأمن والأمان يا رب. أمن وأمان
وإن شاء لا الله. وبعدين احنا ترى بالكويت احنا يعني ختمناها بمصالحة خليجية، وكانت مناسبة سعيدة جدا أكيد علينا كلنا. أكيد وأيضا أكيد. الكويت مركز إنساني عالمي، هذا طبعا لقب يعني فوق ما الإنسان ممكن يتصور أو يطمح له. هذا ترى مكانة راقية جدا على الصعيد العالم كلنا حقيقة كدولة، غير كقائد للعمل الإنساني يعني صاحب السمو الأمير. يعني هذه أشياء كلها تسعدنا وتفرحنا وتخلينا يعني نطل على 2014 بسعادة نوعا ما. 2015 لا نطل على 2014 الماضية، نقول لها مع السلامة مع السلامة، ما فيها طل ونتطلع ل 2015 أمير الإنسانية فعلا. أهم شيء الأمن، أهم شيء إن شاء الله الله يحفظ بلادنا ويكون يا رب إن شاء الله. ببدي معاك لأن أنا أبيك شوية تصحصحين عاد وبردك يعني ما أدري كيف تبغين من زمان. الحين بيحطوا لي موسيقى وأقوم أرقص. إيش كثر أرجع لك بالزمن لورا إذا قلت لك أبي أتعرف على الفريج اللي انولدتي فيه، على إمارة دبي بذاك الوقت، شلون كان شكل الإمارات؟ الله فكرتيني، يعني أكيد عندنا كلنا نفس الماضي ونفس الفرجان ونفس العادات والتقاليد. يعني أنا ساعات أقول أنا مولودة في زمن مش زمني. هذا الزمن بالنسبة لي زمن خاطئ وجودي فيه. حقيقي ما زلت عايشة في الماضي، ما زلت الذكريات القديمة تأثر فيني أكثر من الحاضر. يعني أحبذ الصحراء، ما أحب الأبراج. أكره الأبراج، أكره المدنية والحضارة اللي هي صارت كونكريت وإسمنت. ابعدتنا، ما عاد في تواصل اجتماعي، ما عاد في هذاك القرب من جارك، ما عاد في حتى الاطمئنان على الآخر أصبح عبر التواصل الإلكتروني هذا. نعم. فالزمن تغير. بس وأنا في الفريج وايد كنت شيطانة. شلون؟ انت اول شيء انت اصغر اخوانك ولا لا انا الوسطانيه. الكبير مدلعني والصغير مدلع يخاف مني، فمستغلت طرفين. حلو. والله كانت صيده بالنسبه الله عليها. شلون كانت امي؟ رحمه الله عليها. امي عاد المراه الاماراتيه البسيطه اللي جالسه في البيت. قبل تعرفين بيوتنا حيشان، بيوت عربي، حوش وهذا، فهي تخم ولا شيء بيباننا دائما طلقه. شد انت شفت بيباننا تقفل مثل الحين ما شيء، باب مبطل، باب مشرع وين ما كان. وكاله حلو. اللي طايف الجار سلام عليكم احمد، قالت عليكم السلام حياك الله مرحبا، واحنا كلنا مرحبا مليون يا ربي دولار. مرحبا مليون، مرحبا دولار يا رب دولار. فكنا صغار نركب. أجمل الأيام أتذكرها أيام المطر في البرد. بس عندي ذكريات في الكويت أكثر من عندنا. أنا برجع حق الكويت هذه في وقت ثاني، لأن أنت جيتينا وأنت صغيرة وسكنتي فترة طويلة برميثية. فهذه راح نتكلم عنها إن شاء الله. عندها معلومات ما شاء الله. لا إله لكن برجع لك بطلال ونتكلم. أنت مواليد جبلة، إنزين، ومن أهل البحر، وتموت على شيء اسمه بحر. أبي أعرف شنو العلاقة اللي تربطك مع هالبحر الجميل. شوفي، أنا أول ما أصحى الصبح المدرسة على البحر، عمر بن الخطاب، وكان مجلس الأمة الآن تقريبا هذه كل الأحياء كلها، هذه مجموعة أحياء. مساحة مجلس الأمة مجموعة أحياء، الأخرافة والأحمد والبحر والصقر وايد. المدرسة هناك، فطلعتي من البيت على السيف للمدرسة العثمان. أنا كان عندي صديق رحمة الله عليه أمر الصبح احنا رايحين المدرسة على البحر، في الردة نشوف المحامل اللي في الانقاء ونرجع. قضينا جناتنا ولا دفاترنا في البيت. وين في ملعبنا الأساسي؟ البحر على السيف. ملعبنا على السيف، ملعب. حتى المحامل مثلا فريد وممتاز بلوت الخرافي، هذول بنقعة الخرافي ناقز عليهم صغار، ناقز عليهم ورانا ربيع هذا جعيده يخانقنا واخذ. فالعلاقه مع البحر، اشوف الناس اللي يدشون شفتهم لحقت عليهم. اي احنا بنفس الوقت مجموعه اترابي على ما يقولون. انت حاطط ونشتري مثلا كيل ولا ايش يسمونه كتر،
واني ادفع فوق ونشتغل مسمار قاص نعد الاشخاص شغلات ونحط له عود. والله احنا يبي لنا ترجمه بنزل سبتايتل على كلامك نبي نعرف المصطلحات. لا يعرفون اهل البحر، اهل البحر يعني احنا نبي كل المشاهدين يعرفونها. اي يعني نصلح هذا المركبه وهذه الماشوه صغيره اي شراعين وندش البحر من اول يوم في العطله. والجميل ان كلنا الخمسه كلنا ناجحين، لا يمكن فينا واحد صار. ندش عاد اخذ تقول داشين غوص ولا سفر من صدقكم لا يومين نرجع اهالينا على السور تقول قفال يدورونكم، لكن احصل طق احصل طق هي يعني يومين كاملين بعيد عنهم. يعني كلنا مثلا انا والدتي واخوي وصديقي علي بعد الله يمسي عليه عبد اللطيف النعم وعبد الله الزامل الدكتور وجاسم النيدي وربعنا. فاقول لك هني صافين على البحر كلهم اشوى يعني، لكن انا اللي انطق. انا الصدق ما انطقيت الحمد لله. انا كل يوم ابويا سحاره البرتقال تكسر على ريل اخويا اللي هو الصبيان غير حتى يوم انا اغلط مسكين هو اللي ينطق. حتى اليار اذا كان شو اسمه يأدب للحق كان قبل للحق. كلنا لنا اسره واحده تقريبا الفريج من عده بيوت من عده عوائل، لكن هذا الولد ولدنا. هذا الولد ولدنا يعني ممكن انا رحت اشهد مثلا عشاي وانا صغير عند مبارك الصرعاوي يمسي عليه الدكتور، وهو يتعشى عندنا في البيت صغار هم يدورونه في المغرب عندنا في البيت ما نروح بعيد، ولا انا هناك ولا انا عند علي ولا عند كلنا. انزين ابو طلال لما تدشون بالمركب داخل البحر تغنون تنشدون الهولو؟ لا لا لا, لا ما ننشد الهولو يمكن، لكن نحب نفس العناء اللي كانوا يعانونه والمتعه في الشراع. لا كذي مثلا الهواء تارس نستانس واذا داق الشمال ما تغرقون ما تخافون. ولو وقف الهواء تعالي شو يا غاده يعني لين الحين حداقه لين الحين الحداق في دمي صدق؟ اي والله وايد احب شلون تطلعين البحر؟ نعم وحدق وانا اللي اسوي خيوطي وكل شيء ومياديري. دائما في سيارتي بتلاقين صندوق عود، صندوق مال الاول اللي يحطون فيه الذهب، وهذا انا حاطه فيه الشاي والقهوه الدلال والكراسي ملوتي وحاطه الخيوط وحتى اليم ماله اليم الطعم نسميه ليم والله. وكل سمكه لها خيط وكل سمكه لها وقت. اي ولها ميدار. نعم ميدارها. ترى قل النساء اللي يروحون يطلعون حداق يعني، بس هذا احنا لان بيوتنا بعد كانت على البحر نفس الشيء مثل هني، فدائما تلاقينا احنا بحرنا غير بحرهم، هم داخل واحنا برا، مع ان كنا نسبح يعني عادي يسبحون الحريم، لكن عاد بروحنا. يعني انا حتى دائما اذكر يعني عندنا شاعره الشاعره الكبيره طبعا فتاة العرب، هي هاي دائما كانت تلعب وياهم على السيف، وكانت تكتب تيود الكراتين هاي تيلفهم الكرتون تاخذ شو اسمه الكرتون وعندها قلم رصاص عمرها 12 سنه وتقعد تكتب شعر. فتاة العرب كوبيا اللي ينبل كذي كوبيا قلم كوبيا الاول. اي والله هذا ازرق. انا ما لحقت مو تقول يعني اهلي يقولون عنه. البحر بالنسبه لنا شوفي الرومانسيه هذه كلها اللي هذا اظن اللحن للمرحوم محمد الرجيبي والكلام اعتقد حق العدواني، اعتقد العدواني فعلا فعلا. هذا الوقت ليش صور في هذا المكان؟ هولو، كلمة هولو، وشوف التعبير شادي في هولو. هذه هولو فيها رومانسية وايد، فيها عناء، فيها كل شيء، فيها ثقافة. هذه الثقافة اللي جلبوها أهل البحر، جلبوها من الهند، جلبوها من كل مكان. ترى تاجر البحر وبحار السفينة كلهم ساعدوا في نشأة هذه الثقافة اللي عندنا في الكويت في ذلك الوقت، حتى التعليم.
هي الهولو لها معنى ولا هي بس اللي يقولونها الهو؟ لا لا لا، اللي يقولها انها لا مجرد شد الازر يعني. اي هولو اللي هو اهزوجه، جزء من اهزوجه يعني بس جميل تعبيرك ابو طلال، يعني قلت ان هي مليئه بالرومانسيه، وهذا لو نحللها نلقى فيها امور كثيره، نلقى فيها معاناه، نلقى فيها فعلا بعاد عن اهلهم، بعاد عن بيوتهم. فعلا عمليه ان نتناول هذه الكلمه وبنى عليها كل هالموضوع الدرامي اللي شفناه. هذه ما هي موضوع درامي. طبعا تحيه كبيره حق استاذنا الكبير شادي الخليج، احنا نقول له يا ابو علي الله يعطيك الصحه والعافيه. وانا يعني كلمتك وانت قلت لي ان شاء الله وعدتني خير راح تكون ضيفي باذن الله في الحلقات القادمه، فانا بانتظارك، واحنا كلنا بوزاره الاعلام منتظرين بس ظهورك على الشاشه ان شاء الله. ان شاء الله. استاذه هدى، نرجع من جديد لموضوع الشعر. يعني قلتي من وانتي صغيره وتقرين الشعر وتحبينه، هذا نوع من التذوق ولا انت تكتبين ايضا؟ لا انا ما قرأت، يعني ما قرأت شعر، لكن ما تكتبين؟ لا ما اكتب يعني شعر، لكن احفظ كثير. حلو. انت تعرفين زمان احنا في بيوتنا هذا الحلو، يعني بين الماضي والحاضر كان في وقت نقعد مع يداتنا، مع خالاتنا، مع الفريج، عرفتي؟ فتعلمنا يعني كيف كان التواصل بيننا، او ذكر حد ثاني برا مثلا، سمعتوا فلانه شو قالت الحين مثلا على الاكل او فواله، فنحن جالسات نتسمع الحريم الجمعات في البيت عندنا، فلانه قالت كذي كذي، قالت ها عيل انا برد عليها كذي يعني ابيات يعني شعر، يعني ابيات شعر، قالت كذا كذا كذا، هذه حش مجرد حش، مجرد حش. ما كان في هذا يعني ما كان في الزعل، او مثلا ان ممكن كان في طبعا بني ادمين يتزاعلون هذا، لكن ما كان في هذه القطيعه. يعني حتى انا حيد يعني وحده عندنا كانت تلف على الفريج كله، تتزاعل ويا امي يصير حق فلانه، تتزاعل مع هاي ترد مره ثانيه على امي، يعني زعلهم ما يطول يوم. فكنا نحن نجلس ونتسمع، وسبحان الله ما ادري كيف، يعني شيء موهبه الهيه ان انت وانت جالس كنت تحفظ بسرعه، لان ما كان في شيء اخر يشتت انتباهك وذهنك، ما كان مركز على الموبايل ولا على الكترونيات ولا على هذا، لا. فكنا نحفظ بسرعه، لان احنا نقول من رمستنا اليوميه. يعني حد قال مثل، فهمونا شو معنى المثل. مثلا قالت مثل انتم كذا كذا، امي ليش؟ يعني مثلا كانوا مثلا ينادونا اي انتم عنبو كله رقاد في الليل وكله رقاد في النهار وسهر في الليل مثل كلاب البدو حش السامع مكرمين. قلت امي شو يعني ليش تبين بكلاب البدو؟ قالت ترى كلاب البدو يسهرون على القريه لين الصبح يحرسون، والصبح يرقدون ليه. قلت عيال الام لا اله الا الله حق اللي مستوى وجهي. يعني محشومين، لكن يعني اقول لك كيف كنا نتعلم المثل، كيف كنا نتعلم الشعر. جزء من حياتنا. كنتوا شويه يعني مهتمين بسالفه الاهازيج الشعبيه القديمه. اي نعم. يعني احنا حياتنا بالكويت وايضا قبل كانت الاهازيج هذه جزء من الثقافه الشعبيه الكويتيه، جزء من السهره الليليه عموما كانت، صح؟ جلستهم يعني هي الجلسات الليليه في السهر. كل لعبه لها هزوجه كان، كل لعبه لها هزوجه. اي نحن يعني كان عندنا خوصابوصه، البنات يلعبون كذي ويقولون خوصابوصه يا نبوصه، هم ايدينهم كذي يحطون 5 تحطينه على الارض، فكل وحده هي اللي تدير وتغني، تحط ايدها كذي يعني وسط اصابعك. حلو. خوصابوصه يا نبوصه كلاش الدود من حندود، يردون هم كلاش الدود من حندود مرينا على حجار بسود، ياكلون سحتين وحين 10 قاعدين، ياكلون سحتين ياكلون تمرتين، ليلى ليلى اعطينا سيفك، جلبيب عبد الله بن سلطان، عقربيه شقربيه دوسه خيل ولا مطيه، اذا وصلت عندك المطيه يمططونك، بتمشين فيهم من اول الفريج لين اخر الفريج. هذا على ظهرها. تشيل. فهي كانت كذي يعني هذه عندنا وكذي مع الالعاب الشعبيه. ابو طلال من الالعاب الشعبيه القديمه، او انت وين كنت؟ انت يعني رياضي من زمان ويعني مشارك بالالعاب الرياضيه القديمه، لكن ابي انا الاشياء الشعبيه اللي كانت بالفريج.
وايد شغلات، الهول نلعب الهول، نلعب عظيم ساري، نلعب دواوين، دوامه المقول والدوامه هذه كلها قارب وعصا كذي. لا هي هذا يعني، لكن العابنا هذه الاوليه الجماعيه اللي هي مثل كره القدم، مثل الركبه وما الركبه والشغلات هذه كلها، هذه العاب المفروض انها تحيا الان، لان فيها فريقين كبار ومحتاجه جهد وقوه فعلا. هذه الالعاب كنا نلعبها في الليل. العظيم ساري ما تلعب الا في الليل، عظيم ساري في الليل عظيم ساري، لكن الهول لا في النهار. ايش معنى ايش الفرق يعني؟ يمكن لعبوها كنا انتم تلعبونها بعد هناك، لعبوها الشباب على البحر عندكم يلعبونها بالامارات. عموما كل الالعاب ترى متشابهه، العاب الساحه واحده قريبه من بعض، تنتقل بسرعه، لكن اهازيج مختلفه يعني. بس والله صوتك جميل يعني استاذه هدى. لا انا صوتي جميل. هني عندك صوتك لا لا توديني. كان جميل الحين خلاص. لا بس سمعناك ايضا يعني في واحد من الاعمال. تفضل بطلة. في صوره من الصور هذه اللي من ساعه شفناها، هذه سنه 60 رحت جبله عندنا على واقف على اليسرى حدان مجلس الامه، وهالصوب نقعه الخرافي، وهالصوب نقعه العثمان او نقعه الماي، وانا هني واقف اشوف، التفت وراي كل البيوت وكل الفردان كانت ركام، كلها اطلال هدموا بدأوا يهدمون. فوقفت اطالع المغرب، اقول عصريه قبل المغرب والشمس تلمع وبتغرب، شوي الوقت صار احمر والبحر قام يشيل ويضرب، كل دبه حق بيته، حتى ام السم والشريب، الا انا دومي واقف ساكت ساهي مستغرب. راح هذا يعني كل ذكرياتي اللي هنا راحت. ايش هالكلام طالع من قلبك. اكيد احنا عندنا برضو يعني في البر، اذا تتكلم الحين على البحر وكذي، احنا في البر. فيا الشاعر يوم شاف كل الناصر حلو وهذا كبر، يعني سافر فتره ورجع وخلاص، والبيوت تغيرت وبدا البنيان وبدا كذا، بدت يعني فتره النهضه هذه. فرجع فشاف ان تعرفين الزرب، نحن نقول الزريبه، الزريبه اللي هي في البر مثلا يكون بيت او حق الهوش وانت بكرامه، حق الناقه والجمال وهذا، نحن نسميهم زريبه يعني. فيرعون فيها الهوش والبوش والهذا. فيوم رجع ما لقى ناسه واهله، ايش قال؟ لقى ناقتهم بس ما ماخذينها. يوم قال يا ويودي يا ويودي يا ويودي، يوم جيت ولا منازلهم خليه، قمت اطالع وارتلفت للعنودي، واصفج اليمنى على اليسرى خليه، يا وقت مضى ليته يعودي، يا دنيا انقضت فوت علي. يعني وايد الأسماء اللي قاعدة تبعث لكم المسجات، لكن راح أخلي في فترة معينة أذكر لكم فيها الأسماء، وإذا كان في أسئلة أيضا تقدرون أن أنتم تقدمونها لضيوفنا الكرام. احنا ما زلنا في أجواء الأغنيات الجميلة، واللي عرفته بطلال أنك تعشق فن الصوت. فن الصوت خصوصا عوض دوخي. عوض قال الهولو، عوض دش البحر، لكن اسمعي ان قال الصوت ما قاله واحد ثاني. يا سلام. المرحله هذيك، المرحله اللي شفناها من ساعه هذه بدايه الستينات، مرحله عطاء، مرحله ابداع، عصر الذهبي، كلهم مخرجين، ملحنين، كتاب أغنية، مطربين. كان ما يطلع بسهولة المطرب. أي صوت يقوله أبو فهمي يا رحمة الله عليه تقشعر له الأبدان. شوفي حولوا الصوت مو بالعامية ترى،
كل الأصوات تقريبا أغلبها 90% أو أكثر باللغة العربية الفصحى. إذا كنا نتعامل مع اللغة العربية الفصحى من هذاك الوقت فن شعبي أصيل. ومن النوابغ اللي أحيوا الصوت مرة ثانية من هنا عبد الله الفري رحمة الله عليه، وواصلوا طبعا عبد الله الفري وخالد الفري بالذات عبد الله الفري وهو بالصوت. زين، شو اللي يميز فن الصوت بالنسبة لك أنت كمتذوق لهذا الفن؟ ليش تقشعر له الأبدان؟ شو اللي يحرك بداخلك؟ إذا ما أي صوت أسمعه، أي واحد فينا يقوم يلعب، يقوم يزفن مع إذا قام يزفن معناها أنه حرك. أنا واثق أن أي مجرد هذه المرواس والعود والأداء كل هذا. أنا تروالي الفكرة المتعة أن الصوت نقول إنه مذهب واحد، لكن شوف من بداية إلى نهايته، من بداية الصوت إلى نهايته إلى التوشيحة، الواحد يسمع. ليش تحس إذا أنا اللي ما عاصرتهم لما أسمعهم أبكي. يعني عرفتي كتخيل كناس يعني مثلا اللي أكبر منا عاشوا معاهم وقصصهم وقالوا لنا. أنا الجيل الوسط، لكن هم اللي عاصروا وشافوا. صعب يعني صعب إن الواحد ينسى يعني أي دقة مروح سنة الصراحة. بس كانت توصلكم الأغاني هذه بالإمارات؟ أصلا منو كان في كان يوصل الفن الكويتي؟ ما كان إحنا فننا ما كان ظاهر. فننا ما كان في وايد موسيقى. إحنا أكثر أهل الإمارات معروفين بالشلات، شلة والونة والسوالف هذه يعني. أو العرضة مثلا يعني اللي هي الأغاني الأهازيج الحربية وكذي، وهذا كان في أكثر شيء. أغلب الأحيان شلات ما فيها موسيقى يعني. احتفالاتنا الوطنية، احتفالاتنا الوطنية كلامك بمكانه. احتفالاتنا الوطنية اللي نسويها كل سنة كنا هنا والله يطلبونها إلى الآن. القديمة في السبعينات يطلبونها أدوى له، لأنه عمل متميز وباقي غير للآن. تدري شلون كانت العلاقة بين المطرب والكاتب والملحن؟ شلون؟ كانوا أسرة واحدة يجتمعون غير هني في الإذاعة، يجتمعون بديوان الله يرحمه محمد سنين، شاعر كلهم، وحمد يعني كل الملحنين عموما ما في واحد يتعالى على الثاني. يجتمعون هناك ويون المطربين، هذا عنده لحن وهذا عنده لحن وهذا عنده لحن وهذا عنده كلام وهذا عنده كلهم. ممكن شاعر يصلح حق الشاعر الآخر بكل حب، يقول يا ليت هالمفردة أحسن، قالت هم. ولا هني مثلا والله المازور هذه غلط، لا يا ليت تدخل الكوب لا يختلف كلهم. فهذا اللي خلى في الديوانيات الموسيقى الكويتية المطرب الكويتي يظهر وهو من تحت في ثقافة ما طلعت كذي. يعني تروالي في هالعصر كان العصر الذهبي للكويت أيضا، لأن دولة الكويت هي الوحيدة اللي كان فيها تلفزيون. يعني احنا حتى أول بث عندنا كان تلفزيون دبي من الكويت، صح؟ ماجد الشطي وهذا الحين ربينا عليهم هذول كنا يعني صغار. يعني احنا ما كان عندنا هذاك كان تلفزيون الكويت من دبي. الكويت من دبي. فما كان في تجمعات، عرفتي؟ يعني نحن كانت احنا دائما يحبون الشعب الاماراتي يقعدون على الرمله، فتلاقينهم يعني كتل، لكن مش كتله واحده. انتم كانت بدت الديوانيات وما ديوانيات فكتله واحده، وبالتالي يلتقون كل يوم. بس بالفتره هذه يعني متى جيتي الكويت؟ لا انا ابي اعرف انت متى جيتي الكويت، على ايام اي فنانين؟ لا انا شوفي
احنا في الستينات، وانا صغيره في الستينات توني بدايه السبعينات. بدايه السبعينات. لما وعيتي ابي لما وعيت يعني وعيت قولي في بدايه فعلا السبعينات يعني. لما وعيت لقيت نفسي كبرت. اي والله لا خلي هذه، لقيت نفسي كبرت متى. في ناس للحين بعد ما وعت. والله شوفي الادراك ترى يعني ما له علاقه بالعمر. لا انا اتذكر يعني في اطفال من عمر 3 سنين عندهم ادراك لواقعهم. انا سنتين اذكر يدتي طردتني من الباب، ما عرفتني، مصلعيني حالقين شعري يوم العيد. امي دخلت تبغى تصير تسلم على الناس، دخلتني الحوش. وتعرفين يدوتي والله العظيم لابسه الفستان حضرتي واقفه عند الباب، طفله انا ايش دراني. انزين واقفه كذي يلا امشي يعني. مصاصتي ما ادري شو كان تقول يا ربي من متى قلت لكم لا تخلون الباب طلقها عيال الفريج كساعيه ووقفوا في حوشنا، يلا سيري حق امك. ويا ودتني طردتني، ما عرفتك قسم بالله طردتني. ليش محسنينك؟ ايش حق محلقين شعرك؟ ما ادري محلقين سنه عشان يتقلوني وانا صغيره، قرعوني وانا ما بصغيره يعني. السنه انه يقرعون صغار، لكن انا ما ادري ليش صماخي عود يمكن ما قرعوني وانا صغيره. قلت له امي حرام عليك يوم العيد تقرعيني على اي والله يكون محتفلين يعني فيني كوجات يبون يخشونك وبس. وانا لا، وانا عيون هالكبر والله العظيم لو تشوفيني كل يوم تذكرون اخواني، اخوي يقول لي هي تويتي برد كذي طردتني. بس شوفي هاي الحكايه لين الحين تذكرينها. لان تخيلي يعني من قهري وقفت وابكي لما امي ردت عند الباب شافتني. انزين نرجع مره ثانيه للاغاني القديمه. انت من عشاق عايشه المرطة رحمه الله عليها، بس ايضا كان في علاقه عائليه بينكم. نعم كلمينا عن هالشيء. الله يرحمها عايشه المرطة. شوفي انا كنت صغيره كانت دائما نحن ما ادري ليش اهل الخليج قبل ما حد يعني تم في بيت في مكان واحد. هالنهضة العمرانية تخليك تنتقل من مكان لمكان لمكان، صح؟ يعني كنت في الشرق مثلا رحت مكان ثاني، كنت في الشمال رجعت جنوب. فأنا أذكر يوم كنت صغيرة كانت عايشة المرطة في بيتنا قبل ما في فنادق. أصلا حتى لو ما في فنادق يعني في مسافر خانات وين شنو حق الريايل، بس حريم ما في. فكانت هي اتي تقعد ويانا، وكانت صديقه لاهلي امي وابوي يعني، وفي صله قرابه من بعيد يعني زوجها. فكانت تقعد عندنا ب3 أشهر يعني. كنت دائما الحين اقول يا رب يا ريت كان في كاميرات، مع انه ابوي كان عنده كاميرا وصورها. كاميرا حلوه كانت عنده الكبيره هذه الثقيله، ويقعدنا ساعتين لما يضبط هذا، واحنا يا هال يلا ابويا يلا ابويا ملينا سكتوا يلسوا. فعندنا صور معاها، بس في عندي صور في الاستوديو مصوره يعني عندي المرحومه عايشه المرطة. عاد حسافه بغينا ناخذ هالصوره. الصدقين هاي الصوره بالنسبه لي ولاهلي مش صوره واحده، عندنا كذا صوره. يعني كنز بالنسبه لنا تراثي، عرفتي؟ يعني حتى عيالها يمكن اول مره يسمعوني الحين باكر بيدقون علي وين الصور. يعني ما يعرفون ان عندنا هالصور. كانت خالتي رحمه الله عليها لكم العمر في الرميثيه، فخالاتي الثنتين نحن مسمينهم ريا وسكينه كنا. هي والله لان واحده نعيمه وواحده فضيله، ريا وسكينه. فهالثنتين كانت لهم علاقات كثيره يعني يعني اهل برضو كانوا في الجبله، وكانوا بعد عقب في صليبيخات وما ادري وين كانوا. لا احنا جبله ما عندنا ريا وسكينه. اشون انتقلوا راحوا رميثيه ولا كان انتم خبر كان؟ يعني انت جيتك للكويت اول منطقه زرتيها كانت الرميثيه؟ لا قبل كنا صليبيخات. يعني وانا صغيره يوم ابوي يعني اني وهذا لا قبل صليبيخات. انزين كانت لما تزوركم الراحله الكبيره عايشه المرطة تغني شيء؟ طبعا جلسات نسائيه كذي. شوفي حتى لما كان اول ما بدات تغني يوم ما كانوا اهلها راضين، زوجها ما كان راضي. لا كيف تغني؟ ابوي اقنعها. لا معقول ابوك انت اللي اقنعه؟
ما شاء الله. قال لي يعني ابويا على عمي على يعني انت الوالد عندك وايد كان مثقف في ذاك الوقت، يعني كان متفتح. نعم لله الحمد. انا ابوي يعني عالم، كان شيخ دين. اخذ ثقافات كثيره، عاش في مناطق عديده، طبعا منها الكويت. اقول لك عنده، تعالوا نحن يحق لنا جنسيه يا اخويا. انت اساسا من اهل انا ماخذه هنا، يقولوا كويتي، انا كويتيه منوفين. تذكرين الهويات قبل، يعني الحين هويتي انا مثلا الكويتيه هنا عليها صورتي، قبل لا، الهويات عليها صوره الشيخ، صوره الحاكم. لا على هويتك انت الشخصيه تصير صوره الحاكم. يعني الصوره يعني انه هذا مثل شبه جنسيه، بس عليها صوره هذا كان. يعني هاي اللي عندي انا في مال ابوي، يعني كان مبارك جابر الصباح، ما ادري مثل دفتر هويه، لكن بطاقه مثل بطاقه هي، بس كان عليها صوره الشيخ. قلت له ابوي يعني كيف هاي صوره الشيخ ما بصورتك؟ قال أنا كأنه جواز يعني، بس عليه صورة الشيخ مش يمكن من رعاية. مثلا احنا نقولش مثلا أنا إماراتية عندي هوية كويتية، بطاقة الهوية هاي، بطاقة شو تقولون عن المدني؟ البطاقة المدنية. بس والله جميل، يعني كانت تقعد معاكم. نرجع لموضوع عايشة المرطة، وكانت تغني، دائما تغني. تحفظين لها شيء؟ أقول لك شيء عن عايشة المرطة، سبحان الله، الله ما عطاها البصر لكن عطاها البصيرة. ايش رايك انها كانت تروح ويا ابويا وامي سينما، وتعرف اذا هذا لابس ازرق او لابس احمر في الفيلم، تقول له ها ماشي ملا شريف، نادوي ملا شريف، وامي ام احمد، فها هاي كنا لابسه ازرق ولا هاي يعني، مع ان تو بدايه الافلام الملونه. احيد اخر مره سكنت في كلارج، هي كلارج اللي في الغزو كلهم كانوا هناك، يعني الله لا يعيد الغزو. فندق كلارج هذا كان من اقدم الفنادق عندنا، هو اكسلسيور. طبعا يوم مستحيل يعني هل يعرفوا ان هناك، يلا يشيل لك شارك يعني قديم وايد. استضفتوها. انا هني كنت صغيره توني في الابتدائيه يعني اذكر، لكن كيف تروح سنه، فانا طفله اسال ابوي هاي ايش قاعد تشوف؟ وابوي هاي لا تقولين هاي، قولي خاله ان شاء الله هاي خاله ايش قاعد تشوف؟ نحن ما نجلس وياها وايد، اطفال نحن نروح نلعب وهذا نشوفها يعني، بس ان قعدتها ويا خالتي هني وخالاتي يجون من الكويت، وعندنا ناس وايد يعني، فهذا التواصل وايد كان جميل. فالغريب منها ما شاء الله انها كانت تحفظ، رحمة الله عليها، تحفظ اي شيء تسمعه، وكانت تميز من الاصوات، تميز الالوان وكل شيء. هل مخرجنا حاطها بس ما طلع الصوت؟ الله انتم ما سمعتوها بس المشاهدين اسمعوا. يا ريت تحط. من الاخوان يقول يبي يسالك عن المسلسل الجديد اللي انت هل راح تكون في مسلسل في عينيها اغنيه؟ في عينيها اغنيه؟ اي يقول لك هل راح، يعني معناته انت ان شاء الله في عيوننا كلنا اغاني، بس ما مر علي. اغاني جميله. بعد من الأسئلة اللي موجودة والله كثير، أنا بس ضيعتهم الحين. قاعد يسألك هل مستمر الأخ حسين الخلف يقول لك هل مستمر بطلال بعزف العود؟ والله الكبر شيء ما يبنى لك عود معانا اليوم. أنا والله لكن الحين لا، ما عاد. ليش وقفت؟ دين مو متعاش، ما في وقت اصلا. هذه دين بالذات صح. ما تعيني. أستاذة هدى وايد اللي يعشقونك، وايد اللي يحبونك طبعا. قاعدة يحبكم ربكم، يحبكم الرحمن يا جماعة، ويسلمون عليكم وايد. عملاقة الشاشة الخليجية هذه الأخت سيوف تقول عنك كذي. تسلمين يا سيوف يا حبيبتي، بارك الله فيك. ومستمرين معاكم. أبي أرجع للفترة اللي هي فترة السبعينات، كان يقال عنها أن هي العصر الذهبي لتلفزيون الكويت من ناحية الأعمال التراثية الجميلة. يعني أنا أتذكر مدينة الرياح، لكن الأجيال اللي قبلها يتذكرون علاء الدين، يتذكرون المسلسلات الجميلة. ذكرني فيهم بطلال. طبعا كان تلفزيون الكويت
منذ نشأته، حتى لما كان على الهواء مباشرة نصور، ولما نرجع نطلع في الأبيض والأسود كان يقدم يرضي عدة أنسجة بالذات. يقدم اللغة العربية، تمثيلية باللغة العربية وتمثيلية في اللهجة المحلية. رغم أنه كان ممكن غلط في النص، كل يوم نسجل يعني عمل حلقة كاملة. فهذاك الوقت بعدها صار في خطة عند تلفزيون الكويت خاصة في رمضان، عمل لغة عربية، مثل الشمس فوق البطاح لحسين الصالح رحمة الله عليه الدوسري. عندك مثلا علاء الدين، عمل لي ام عليوي وابو عليوي ولا هذه الشغلات، السكتشات الصغيره هذه. فكان عمل يرضون جميع الأمزجة، ولا فيهم مثل ما تفضلت اختي، ما فيهم هذاك يعني الخدش للحياة، لا في العين ولا بالسمع. اي أعمل فيه العمل اللغة العربية نتناول من التاريخ العربي، عمل هذا نتناوله من التاريخ الإنساني عموما. مثل علاء الدين ما بين الهند وبين الكويت يعني الدول العربية، عملنا علاء الدين فيه المغامرة. أنت كنت علاء الدين كان دون جوان الفريج. بس عاد تصدق والله أبو طلال، أنت شايف البباي علاء الدين اللي سووه بديزني، ترى كنا راسمينك فيه. ما قالوا لي. شوف علاء الدين المسلسل الكويتي، نذكر المشاهدين فيه واللي ما شافوه يشوفونه. طاحت في المكان اللي كنت أنا فيه. الحمد لك يا رب، نجيتني في الوقت المناسب. لكن شلون طاحت؟ ماكو أحد. يمكن طاحت بروحها. المهم الحمد لك، الحمد والشكر لك. كمل طريقي. قطو بسبعة أرواح، قطو قدر يفلت المرة، قدر يفلت. أو الأخ هي لكن وين تروح مني؟ يعني ما أقدر أتكلم والفنان الكبير خالد العبيد قاعد يتكلم، لازم أنطره يخلص جملته. كان أداء جميل جدا في هذا المسلسل، أنا قدرت أني أشوف أكثر من حلقة منه، ويعني كنتوا تمزجون بين الفصحى وبين العامية. يعني ساعات تقول جملة بالفصحى ويرد عليك الممثل الآخر بالعامية. يعني تقريبا السهل الممتنع هو في ماخذين شوية، لكن على أساس الجمهور عموما. يعني احنا هذا العمل هو مثلا من التراث الكويتي مثلا اللي فيه يجب ان يعني يكون فيه ضبط وربط بالنسبه للمفردة الكويتية. فهذا لغة عربية مبسطة جدا مثل ما نتكلم الآن. هذا يعني كل مسلسلاتنا عموما لذلك نجحت هي. مسلسلاتنا يعني هذه بالذات مثلا وعلي بابا والأربعين حرامي، مدينة الرياح، نادر ما تشوفين المفردة المحلية قليلة. بس المفردة المحلية كانت دائما عند الشر. ليش؟ ما يقدر يصير شر بالفصحى. وعبد اللطيف المساء وعبد اللطيف والنعم والله اخوي خالد العبيد الله يعطيه الصحة. طبعا هذه الأعمال كانت وايد مهمة، يعني كان الجمهور ينتظرها، وكانت في فترة الفطور، يعني أهم وقت هو وقت الفطور. وكان دائما هالمسلسلات تنزل في هذا الوقت. كل الأسرة كل العائلة طالعة متجمعين. الصغير يحب المغامرات والبطولة في إبهار. الكبير يتابع القصة، هل هي نفس القصة اللي سامعها من الأول؟ كان التلفزيون في هذه الأعمال بمثابة الجدة في البيت بعد ما راحت. ما راح دور الجدة، لأن الجدة كانت الأول تحازي مثل ما تفضلتي، تحازي الصغار وتصور الصغير وهو يسمع
يشوف يعني تخيل ما تقوله هي. فعملية إظهار التلفزيون بالشكل هذا وفي رمضان سدينا مكان الجدة فيه وحزاويها. ما كان في زخم في الإنتاج مثل الحين، وما كان في وايد أعمال، يعني عمل واحد مثلا. لا هو كان في زخم في الإنتاج بس ما كان في تشتيت للمشاهد. لا ما في قنوات كثيرة، هي قناة واحدة. وانتم ايضا كنتوا تشوفون اعمالنا هذه، واعرف كثير من الاصدقاء اللي يعني يتذكرون هذه الاعمال. احنا قليل ما كان عندنا انتاج، يعني انتاج كان وايد قليل، يعني كل الخليج يعني بالنسبه للكويت لا، ولا ليش سموها هوليوود الخليج؟ هي كانوا يحطون على شو اسمه مقطع جدر وحزم علشان يجلبون انكاب البحرين. الدش مال الاول هذا الدش القديم. الدش القديم. أنا حابة أيضاً أني أتكلم شوية عن المسرح. أنا أشوف أن الوقت ما شاء الله معاكم قاعد يطير، فأبي أستفيد أيضاً من وجودكم نتكلم شوية عن الأعمال المسرحية. إيش حالك بنت عيسى؟ أوه مرحبا. يعني أنت بديتي بنت عيسى وعرفوك هناك بالإمارات بهذا الاسم، وكان السبب هي المسرحية. نعم. تدرين أنا دخلت هاي المسرحية كتجربة فقط، يعني مش حاطه في بالي اني انا بمثل. اصلا التمثيل كان هذا شيء مش في قاموسي. انا كنت راجعه عقب دراستي في امريكا، وكنت اشتغل مهندسه ديكور في تلفزيون دبي. فبطبيعه الحال دائما كانوا قبل في الامارات لما يصير عروس او يعني للشيوخ، او يصير مثلا اي فعاليه في اي وزاره، يبغون مثلا منتدى صحافي، منتدى ما ادري شنو، منتدى، فكانوا دائما مؤتمرات الصحفيه هاي يخلونا احنا كمهندسه ديكور اروح هناك اسوي لهم ديكورات. حلو. ديكورات مسرحيات، ديكورات مسلسلات. استفدت كثير، يعني انه اشتغلت مع ناس كانوا واحتكيتي فيهم. احتكيت فيهم لان جميع الفنانين كانوا انتاج الخليج. انتاج شركه الخليج كانوا ينتجون مسلسلات عندنا. حلو. احمد زكي على رحمه الله عليه ورحمه الله عليه، وكل الفنانين الكبار هذول بدأوا من عندنا. مؤسسه الخليج يعني للانتاج الفني. فأنا كنت مهندسة ديكور، فبالتالي كنت أسوي مسرحيات. كان من الشباب اللي ما شاء الله عليهم يعني أستاذي ناجي الحاي، هو أيضا يعني زوجته صديقي وكذي، ففي صلة بيني وبينه دائما. هو يعني في النهار يشتغل في وزارة العمل، فأنا رايحة عندي معاملة في وزارة العمل. دخلت على الوكيل وإلا هو موجود تو بيطلع من عند الوكيل. تخيلي واقف والوكيل قاعد. قلت سلام عليكم، قال لي مرحبا اهلا وسهلا حياك الله. فهو يرحبني مش كفنانه، ما كنت فنانه، يرحبني انا جايه من التلفزيون ويعرفني يعني شخصيا كذي. ولا هو وقف كذي كان يقول لي انت اهلا يا مريم يا بنت عيسى. قلت له منو بنت عيسى؟ عفوا مخربط فيه ناجي. استاذ ناجي، انا هدى الخطيب. قال لي ادري انك انت هدى الخطيب بس انت بنت عيسى. قلت له مو فاهمه شيء. كان يقول لي لا في عندي مسرحيه. قلت له لا 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 واللي عافيك القبيله هناك قص روس فيها. بنتنا تمثل مستحيل يعني. بعدين مش بحاجه اني امثل، يعني مش حاطه في بالي. انا دائما كنت افتكر وكل اللي حواليني بطلع مطربه. فالمهم صارت سوينا بنت عيسى بقاصي ضامر يصالي والقلب كنه على مهال من جمري، لا زاد لا نوم لا مشروب يهنالي، سلفتيني راحتي واستعت من عمري، أيام على الباب يا للسندون لا بالي، أنطر متى تفتح البيبان وتمري. يا سلام يا سلام. بنت عيسى. نشوف هذا المشهد مع بعض. شو فهمك؟ عن هاليني اللي مني والطريق دخل بيتنا وسكن فيه. ايش درانا؟ علمنا علمك. وانت صالح هم مثلنا ما انت فاهمه شيء؟ انا حالي حال عسكر، وانت اي شيء اللي يصير في البيت تردين علي؟ إيه ليش إن احنا من دشينا بيتنا ما شفنا هاللي صار. اقول صالحه ايش رايك دام انه ما حد عندنا نفتح موضوعنا؟ اي موضوع؟ موضوع زواجنا بعد. اي موضوع؟ والله انت فراغه. الحين انت شايف هالوقت مناسب؟ ما انت شايف الحاله اللي احنا فيها؟
لا أنا الحمد لله من دخلت بيت أبو محمد وراحت عني الخرعة. قول يا عسكر، ما سمعت ايش قلت. يما منك انتي. اقول صالحه ايش دعوه عاد، ايش دعوه تطلبين دكان اختي مهرج؟ يعني أنا تدري شملان هو اللي يتولى أمورنا. يعني شملان هو اللي قالك تطلبين هالطلب عدل؟ إيه. بطلال، أنت لك مع الفنان الكبير سعد الفرعي مسرحية ما زالت عالقة بالأذهان، ولغاية اليوم الناس تاخذ منها مقتطفات كأنها حقها الزمن. حامد ديار من أشهر المسرحيات الجميلة اللي يعني الكل يتكلم إن هي ما زالت في الواقع الحاضر اللي احنا فيه. صح. حامد ديار ودقة الساعة لكاتب رائع، كاتب مسرحي فنان أخونا، ونمسي عليه ونتمنى السنة هذه بإذن الله أن تكون عليه خير إن شاء الله. والله يشفيه إن شاء الله ويقومه من مرضه، اللي هو الفنان عبد الأمير التركي الأديب. نعم. هو مخرج لهذه الأعمال هذه. دقة ساعة وحامد ديار وسنطرون بنطرون ومضارب بني نفط كلنا مع أبو بدر. أبو بدر أثناء البروفة كلنا واحد، أصغر واحد وأكبر واحد متساوي على المسرح. غول ما شاء الله. وهو أنا بعد شو أقول يعني كان وايد إن كان تلفزيون أو مسرح، لكن المسرح غير. ما دام جبت سالفة المسرح الكويتي بالذات منذ نشأته كان يتناول قضاياه المحلية وقضاياه العربية وقضاياه القومية عموما، حتى الإسلامية في البداية. نعم. ما مر علينا حدث إلا شفنا هذا على المسرح. نعم. عبد الرحمن ضويحي رحمة الله عليه كاتب رائع 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 ومخرج رائع، يتناول هذا الموضوع بشيء من الفكاهة سهل قريب من النفس، المفردة قريبة من النفس. إذا تناول عمل محلي، القضية محلية، فتشوفين المفردة المحلية الصعبة موجودة في هذا العمل. في توافق تلقين ما بين الملابس، لأن تدخل بين الملابس وبين مكونات المشهد نفسه كلها. الشخوص تشوفينها قريبة ما تنفر من بعض، غير الآن. هذا صقر رشود نفس العمل لما تناول نتاج الكتاب العرب وسوى بالتالي خيرا. فكان المسرح يتناول هم أو يقدم هم الناس، هم المجتمع، كان مجتمعنا محلي أو مجتمعنا العربي ككل. حتى القضايا الإنسانية في أكثر الأحيان نتناولها في أعمالنا. أنا حابة أذكر المشاهدين بهذه المسرحية، ولو أني متأكدة أن يعني كثير منهم حافظها وحافظ حوارها، خصوصا بالفترة الأخيرة كأنها مكتوبة حق اليومين اللي طافوا هذيل. في عمل بودي أني أنا بس يعطيني شوية المخرج، في عمل موجود في أدراج التلفزيون الكويت اسمه الاعتراف. توني بقول لك أنا أبو طلال أنت نسيت، يعني إحنا الاعتراف عندنا لنفس الكاتب والمخرج منه. أعد لك، المخرج عبد العزيز المنصور رحمة الله عليه. الممثلين أبو صالح النفيسي رحمة الله عليه، خالد النفيسي، منصور المنصور رحمة الله عليه، غانم الصالح، علي المفيدي رحمة الله عليه. عمل رائع يتكلم عن هذه اللحظة من 2004 يتكلم عن اللحظة هذه. لا بل من 2004 تكلم عن الأزمة العالمية المالية اللي هي ب 2008 إلى 2010. تكلم في هذاك الوقت عن الكسرة الاقتصادية اللي صارت. إذا في مشاهد بسيطة تنشال ويقدم لنفس الكاتب. نتمنى إن شاء الله يعاد النظر فيه من جديد. خلينا نشوف المسرحية. شلون بتشيلهم الديرة؟ بتشيلهم الديرة يا أبو هاني وبتزيد. شلون بالله شلون؟ يقولون لك بيسوون الديرة طبقات.
يعني ناس فوق ناس. ناس فوق ناس، بيتك بيت جارك، بيت جارك، جار جارك، بيسوون الكويت 100 طبقة. ابو فادي. نعم. احنا كذي ومطشرين ولا احنا خالصين من الازدحام؟ بعد هالمرة بتكودهم داخل السور، شي خلصك من الزحمة. كل شيء فكرت فيه الحكومة، كل شيء عندي ردة. هني يقول يدور الجسور. انا الحين يوم رحت من سويت له تليفون، انا سويت تليفون حق ديوانية وزير الاشغال، يقول لك الكويت كلها بتصير جسور طقة واحدة، سيارات ممنوع ما تمشي. هذا وزير الاشغال؟ نعم. خلصنا من وزير المالية. نعم. انزين، ما دام جسور محطوطة كلها وسيارات ما تمشي، ايش حق الجسور بعد ما دام ماكو سيارات؟ طيب جسور حق القطارات. يقول لك الكويت بتصير كلها قطارات، سيارات ممنوع ما تمشي. شلون؟ فهمنا. تطلع من بيتك الصبح بشتك تحت طق تركب قطارك، رايح وزارتك خالص دوامك، نوطك بقلبك بجيبك راكب قطارك، رايح فرضتك شاري خبرتك صارف نوطك بقلبك راكب قطارك راد بيتكم. عدل يا ابو فادي، هذه تكنولوجيا اليابان. انا اعرف اليابان عدل. هذه الشركه شنو؟ صحيح شركه يابانيه يا عدل. انت صدقت بعد، انت صدقتها. انا ما يبط شبد لها الدكتور. شلون ما تصدق يا جماعه منطق الله. شنو منطق؟ انت تقول لي منطق؟ الحين الانسان وصل القمر، ما تصدق قطار يمشي فوق جسر يا جماعه. يا جماعه لا دكتور، صدق مثلا اليابان اسالني عنها. يا عجيبه. انا شايف ازيد من كذي في اليابان. لا ازيد؟ شايف ديره عدله بهلها، بناياتها، بشوارعها، بقطاراتها، بملاعبها، بمستشفياتها، بمدارسها تحت الماء. تحت الماء؟ اي نعم تحت الماء. ديرة تحت الماء. ديرة تحت الماء، نعم انا سامع عنها. انا قاعد على الخط وشايفهم يلعبون كرة قدم والحكم يصوفر والمشجعين وانا اشجع معاهم، وحتى يا دكتور سياراتهم غواصات صغار تحت الماء. وكانكم انتم مصدقين انا حادق فيها. تحت الماء. وهاني شلون تحدق فيها وانت تحت الماء؟ وين تقط خيطك؟ تكنولوجيا اليابان. يعني فعلا هذا المشهد ختامها مسك لهذه الحلقة الجميلة اللي استمتعنا فيها جدا بوجودكم. أتمنى لكم كل التوفيق وسنة سعيدة إن شاء الله يا رب عليكم وعلى عائلاتكم، وإن شاء الله نشوفكم في لقاءات قادمة. أستاذة هدى أنا سعيدة جدا بوجودك. شوفي غادة، أنا اللي أشكرك لأن أنت عارفة أني أنا من أكبر المعجبات فيك حبيبتي. الله يسلمك. يعني حقيقة ما شاء الله أنت الكل. اليوم كاتبين على الانستغرام يعني إحنا سعيدين جدا إنك تطلعين مع غادة. حبيبتي. هذا اللقاء تأخر بيني وبينك وكلهم قالوا إنسانة محترمة وجميلة وكويتية حلوة ونعتز فيها وبلهجتها. تستاهلين كل خير. وإن شاء الله اللقاءات الجاية جدا بإذن الله. أشكرك على هذا اللقاء الحلو. حبيبتي حياك. وأشكر المخرج على هالمواد الجميلة اللي حاطها وكل اللي موجودين في الاستوديو وطلال. أنا يعني سعيدة بكل هذا اللي قلت، بس سعيدة أكثر أنك أنت بصحة وعافية إن شاء الله يعطيك طولة العمر، ودائما أن أعمالي دائما بيني وبينه لين الحين موعدني بالزواج، الحين ما تزوج فإن شاء الله يعني بحيل الله الحين إشاعة جديدة. لا يا أختي يعني ما بتزعل، بس إن بعدني على الوعد. مشاهديني واللي كلهم اللي أرسلوا لي الحب والتقدير اللي أنا أشوفه من الجمهور حقيقة بين في هاليومين اللي فاتوا،
وقبل ذلك. ودائما شكرا جزيلا، شكرا للفانز مالي، شكرا لكل واحد قال كلمة طيبة عني، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ما قصرتوا. أبو طلال احنا نشكرك شكرا لكم وكل عام وانتم بخير. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون 2015 هذا العام عام خير علينا كلنا، على الأمة العربية، على البصهاء المساكين هذيل المشردين الله يرفع عنهم الظلم يا رب. أتمنى أن كل مريض الله يشفيه إن شاء الله. بنفس الوقت إن شاء الله لنا لقاء ثاني، هذا وعد منكم إن شاء الله، علشان نستعرض قضية المسرح لأن إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك أبو طلال، شكرا لكم مشاهدينا، تواصلتوا معنا خلال الحلقات الماضية كلها، وطبعا وجودكم هو اللي يشجعنا ويخلينا نعطي زيادة، ونتمنى إن شاء الله نرجع لكم من بعد احتفالاتنا الوطنية بعد انتهاء هلا فبراير بإذن الله، نرجع لكم بعودة جديدة وحلة جديدة ونجوم آخرين إن شاء الله ناخذ منهم كل سوالفهم الجديدة عن ذكرياتهم القديمة. نشوفكم على خير، وباكر إن شاء الله الإعادة الساعة 1:30 الظهر بتوقيت الكويت، فخلكم معنا على القناة الأولى دائما. مع السلامة.